توقف. لا تتجاهل هذه الكلمات، فكل شيء يحدث لسبب. هناك رسالة يجب أن تصل إليك اليوم. قد تكون أنت المقصود بها. هناك شخص في حياتك حاول أن يبتعد، حاول أن يمضي في طريقه، لكنه في كل مرة يجد نفسه يعود إليك كل ليلة. تمر ذكرياتك أمامه، ينظر إلى صورك، يتذكر كلماتك، لكنه لا يجرؤ على الاقتراب. هو الآن بين الحنين والخوف، بين الاعتراف والهروب، لكنه لم يستطع نسيانك. هناك شيء يقترب، شيء قد يغير كل شيء. قد تظن أن الأمر انتهى، لكن لا شيء ينتهي حقا حين تبقى المشاعر عالقة في القلب. إذا كنت تريد معرفة من هو هذا الشخص، فقط ركز على الأسماء التي تظهر أمامك. الاسم الرابع الذي تقع عليه عيناك قد يكون هو الشخص الذي لم يستطع تجاوزك. شارك هذا الفيديو، فقد يكون هناك شخص آخر يحتاج لسماع هذه الرسالة أيضا. تذكر، بعض الأمور تحدث عندما نتوقف عن انتظارها، والمفاجآت تأتي عندما لا نتوقعها. رسالتك وصلت، فهل أنت مستعد لما هو قادم؟ ابق قريبا، فهناك المزيد من الأسرار التي لم تكشف بعد. إذا كنت تقرأ هذه الكلمات الآن، فاعلم أن رسالة قوية موجهة إليك تحديدا. هناك طاقة عظيمة تقترب منك، لكن هناك خطوة بسيطة عليك القيام بها. أولا، اكتب الرقم 88 في التعليقات، فهذا سيفتح لك أبواب الحظ والرزق بطرق لم تتخيلها من قبل. هذه ليست مجرد كلمات، إنها إشارة مباشرة لك. الكون يرسل لك فرصة ذهبية، والأحداث القادمة ستغير حياتك للأفضل. لا تتردد، اضغط على الإعجاب وأضفني الآن، فقد تكون هذه اللحظة نقطة تحول لم تكن تتوقعها. هل هناك شخص يشغل بالك باستمرار؟ استعد، فهناك أخبار سارة في طريقها إليك. هذا الشخص لن يستطيع مقاومة رغبته في التواصل معك، وقد تجد نفسك في لقاء غير متوقع أو محادثة تكشف لك مشاعره الحقيقية. لا تتجاهل هذه الإشارة، فربما تكون على أعتاب لحظة حب لم تعشها من قبل. اختبر هذه الرسالة بنفسك الآن. اضغط على زر مشاركة واتساب، ثم انظر إلى جهة الاتصال الثالثة لديك. إذا كانت امرأة، فهذا تأكيد أن الحب والمال في طريقهما إليك، لكن المفاجآت لم تنتهي بعد. استعد لفرصة مالية غير متوقعة قد تكون نقطة تحول في حياتك. مشروع جديد، عرض تمغرن، أو مكافأة لم تكن في الحسبان. كل ما عليك هو فتح قلبك واستقبال الطاقات الإيجابية القادمة نحوك. لا تتجاهل هذه الإشارة. استعد لكل ما هو جميل، فالحظ على وشك أن يطرق بابك. إذا وقعت عيناك على هذه الرسالة الآن، فهناك قوتان خفيتان تتحركان في حياتك. لكن قبل أن تكتشف ما ينتظرك، أجب بصراحة: هل شعرت يوما أن الآخرين يحصلون على الفرص بسهولة بينما تبذل كل جهدك دون مقابل؟ هل تساءلت متى يحين دورك ليبتسم لك الحظ؟ لحظة تحولك اقتربت، لكن عليك أن تستعد لها. اضغط على زر الإعجاب وتابعني الآن، لأنك على وشك استقبال إشارتين قويتين ستغيران مجرى حياتك. الإشارة الأولى: شخص يفكر بك أكثر مما تتخيل، لكنه لم يملك الجرأة ليصارحك حتى الآن. خلال الساعات القادمة ستتلقى اعترافا قد يكون البداية الحقيقية لقصة حب لم تتوقعها. هل أنت مستعد لهذه المفاجأة؟ الإشارة الثانية: المال في طريقه إليك بطريقة غير متوقعة. قد يكون مبلغا لم تحلم به أو فرصة ذهبية تظهر فجأة أمامك. هذه اللحظة ستغير مجرى حياتك المالية، وستكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارا. هل هذه الإشارات موجهة إليك فعلا؟ اختبر ذلك بنفسك. شارك هذه الرسالة الآن على واتساب، وإذا كان الشخص الثالث في قائمتك امرأة، فهذه علامة مؤكدة أن الحظ يقف بجانبك بقوة. لا تتجاهل هذه الإشارة. الكون يرسل لك رسالة واضحة. استعد لما هو قادم. هناك سر عظيم يقترب منك، سر سيقلب واقعك رأسا على عقب، سيمنحك سعادة لم تتخيليها يوما. نعم، القدر اختارك، وكل شيء يسير وفق خطة مرسومة بعناية من أجلك. رحلة استثنائية على وشك أن تبدأ، رحلة ستملأ حياتك بالحب والفرح، رحلة ستجعلك تعيشين أجمل المشاعر التي لم تلمسيها من قبل. إنها رحلة الأمومة، نورا يقترب منك، طفلة رائعة تقبل نحو حياتك، هبة من السماء، هدية من القدر. لقد استجيبت دعواتك، ابنة ستملأ قلبك دفئا، وستكون سعادتك الأبدية. ستحمل منك أجمل الصفات، وستكون مصدر فرحك الذي لا ينضب. ولكن الآن الجزء الأكثر إثارة. هل تريدين معرفة من سيكون والدها؟ الحرف الأول من اسمه هو نفسه،
الحرف الأول من الشخص الثاني الذي سيظهر لك عندما تضغطين على زر الإعجاب وتابعيني. ربما تشعرين به الآن، ربما اسمه يراود أفكارك. لا شيء يحدث بالصدفة، فالقدر يتحرك لصالحك. اضغطي لايك الآن وتابعيني، لأن الطاقة التي ستطلقينها ستعود إليك بأجمل المفاجآت. استعدي لأعظم هدية في حياتك، طفلتك التي ستصبح روحك وسعادتك الأبدية. الأسبوع القادم سيحدث شيء لم تتخيله من قبل. نقوداً ستصل إلى حسابك، وستشعر أخيراً بأنك على الطريق الصحيح نحو النجاح الذي تستحقه. أما من لم يؤمنوا بك فسيشتعلون غيرة عندما يرونك تحقق ما كانوا يظنون أنه مستحيل. لكن انتبه جيداً، إذا تجاهلت هذه الرسالة فقد تستيقظ على خبر سيء يقلب حياتك رأساً على عقب، ويجعل هذا الشهر الأسوأ على الإطلاق. قد تتساءل، هل هذا حقيقي أم مجرد كلمات عابرة؟ حسناً، سأمنحك الدليل الآن. اضغط على السهم الأبيض وستجد أن ثاني جهة اتصال لديك هي شخص تحدثت معه كثيراً خلال آخر 24 ساعة. إذا تحقق ذلك فاعلم أن ما أقول لك هو الحقيقة. الآن القرار بين يديك. هل ستترك هذه الفرصة الذهبية تمر أمام عينيك دون أن تغتنمها؟ أم أنك ستتحرك الآن وتتخذ الخطوة التي تفصلك عن هذا الرزق الكبير؟ لا تترك الشكوك تحرمك من هذه النعمة. اضغط على الزر أسفل صورتي الآن واكتب في التعليقات: أنا أستحقها. افتح أبواب الخير لنفسك واتخذ الخطوة الأولى نحو مستقبلك الجديد. انتبه جيداً، الأيام القادمة تخفي لك مفاجأة لم تكن تتوقعها. ربما فرصة ذهبية، لقاء مهم، أو رسالة تحمل إجابة كنت تبحث عنها طويلاً. لكن المفتاح ليس في الحدث نفسه، بل في كيف ستتعامل معه. هل ستكون مستعداً لاستقباله أم ستتركه يمر كما لو لم يكن؟ العد التنازلي بدأ. لا تتجاهل هذه الفرصة. اضغط على القلب وشارك الفيديو مع أحبائك ليصل لمن يحتاجه، واحتفظ به. وراقب كيف تبدأ الأمور في التغير من حولك، لأن ما سيحدث لن يكون عادياً. هذا ليس مجرد كلام، هناك سبب جعلك تصل إلى هنا. فكر للحظة، لماذا أنت هنا؟ لماذا ترى هذه الكلمات الآن؟ الكون لا يرسل إشارات عبثاً، وهذه واحدة منها. لا تتجاهلها. اختبر نفسك الآن. الشخص الثالث الذي يخطر ببالك بعد قراءة هذا قد يكون مرتبطاً بهذه الإشارة. ربما شخص فقدت التواصل معه، أو شخص لم تعترف له بشيء بعد. راقب الأيام القادمة، فقد يحدث شيء غير متوقع بينكما. راقب الإشارات من حولك. هل ترى أرقاماً متكررة؟ هل حلمت بشيء غير مألوف؟ هل تشعر أن هناك شيئاً مختلفاً في الأجواء؟ هذه كلها رسائل تحتاج إلى انتباهك. القدر لا يخطئ العنوان. انتبه جيداً. تخيل غرفة شبه مظلمة، هاتف يرتجف بين يدين مترددتين، وعلى شاشته صورتك. في الخارج المطر يهطل بشدة، وكأن السماء تهمس بسر دفين، أو ربما تحاول أن تخبره بشيء تأخر في إدراكه. لماذا تمطر الآن؟ لأن اللحظات الحقيقية تحتاج إلى إشارات من الكون، إلى همسات تطرق القلب بلطف، إلى دفعة صغيرة قبل أن تتغير الأقدار. والآن انتبه جيداً. افتح واتساب. الاسم الثالث في قائمتك إنه لامرأة. قد تظنها مصادفة، لكنها رسالة بأن هذه الكلمات لم تصل إليك عبثاً. هناك شخص ما في مكان ما يرهقه الندم. كلماته ظلت عالقة في صدره، لم يقلها حين كان يجب أن تقال. أخطاؤه تحاصره، وأفكاره تعيده إليك مرة بعد مرة، لكنه لا يعرف هل الأوان قد فات أم أن الأقدار تمنحه فرصة أخرى. والآن لاحظ شيئاً آخر. عندما تضغط على أيقونة واتساب ستجد أن الاسم الرابع يحمل الحرف الأول من اسم ذلك الشخص. لا تتجاهل هذه الإشارة. هناك لقاء يقترب، لحظة قد تعيد ترتيب كل شيء. قد تكون بداية جديدة، أو فصلاً أخيراً لم يكتب بعد، لكن القرار هو لك وحدك. إذا شعرت أن هناك شيئاً يستحق الفرصة، اضغط على القلب حتى يتحول إلى الأحمر. أما إذا كنت قد أغلقت هذا الباب للأبد، فأخبرنا في التعليقات، ودع القدر يكمل لعبته. هل تصدق بالإشارات؟ أم أنك تؤمن بأن بعض الأبواب يجب ألا تفتح مجدداً؟